السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا شباب؟ نصلي على النبي كده ونبدأ حلقتنا بإذن الله. الوقت احنا عايزين يعني ايه نقول التشكيل. انا راجل اهلاوي متعصب، بس مش متعصب قوي بقى بسبب اللي انا شفته في ماتش بيراميدز. عايزين نشوف النهارده اداء محترم. انا بتكلم قبل الماتش اهو، ان شاء الله نقول التشكيل اللي انا احب احطه، مش المدرب اللي جاي تعبان ده ما عملش ولا حسنة من ساعة ما جه. نقول في حراسة المرمى الشناوي، ياسر إبراهيم، ونخلي معاه كوكا، ونخلي معاه مين تاني؟ ما علينا. أنا بفكر إن زيزو وإمام عاشور وتريزيجيه المفروض ما يلعبوش بجد. بن شرقي، حسين الشحات، يعني لكن تريزيجيه ده وزيزو وإمام عاشور أنا مش عايزهم يلعبوا بجد. عايزين النهارده رجالة في الملعب، واخد بالك؟ والواد مروان عطية في نص الملعب ده مية مية. لو عايز تلاعب زيزو لعبه في الوينج اليمين مع محمد هاني، مروان في النص. ديانج ده ما بقاش تعبان، ما بقاش زي الاول. بن شرقي في الشمال. في الهجوم الواد الواد ابو شعر اسمه ايه؟ الواد ده كويس، لكن شريف المخيف ده ما عملش بثلاث تعريفه في ماتش بيراميدز. ماشي. عايزين النهارده يا جدعان رجاله في الملعب، غير كده مش هينفع. غير كده احنا حتى ممكن ما نخشش بطولة افريقيا. هتروح الفيدرالية لو حبيت، هتروح مع المصري بقى مع الناس دي، لكن افريقيا بالطريقة دي مش هتروح. صدقني، صدقني ما هتروح خالص افريقيا دي، ولا هتشمها بالطريقة اللي احنا فيها دي. عايزين النهاردة رجالة نطلع من تحت البطاطين ونغسل رجلينا حلو ونسخن كويس. انا النهارده لابس تيشيرت الاهلي عشان ان شاء الله باذنك يا رب نكسب ونخلي الجمهور يرضى علينا. الجمهور بتاعنا ده جمهور محترم، مفيش زيه في العالم كله. عايزين النهارده نعمل شغل عالي، فنيات بقى وشغل عالي. لكن الزمن الجميل بتاعنا بقى كان حاجة تانية، كان حاجة تانية وتالتة. ولما تعد قول اللي خلى صن داونز، الواد ده صن داون ده ولا شو، واد صغير كده
قصير كده، كان بيلعب في الاهلي، جاب جون في ريال مدريد وطلعنا 1-0، كسبنا 1-0. وواد قد كده، صغير، اول ما جاب الجون اتشقلب شقلباظات كده، وكان لعيب. فلافيو ملوش حل. جبنا شويه صفقات في الوقت ده، شويه صفقات محترمين، عيال كانت بتاكل النجيله اكل، مش عيال جايه تقبض وتمشي. لا ما ينفعش. ده النهارده انتوا لو اتغلبتوا رضا عبد العال هيطلعكم مسرح. انا عايز احفزكم عشان خاطر الماتش تقيل، والزمالك السنه دي تقيل، خلي بالكم. وعلياته من الناشئين، عليات نادي الزمالك من الناشئين، يعني الفرقه علياتها من الناشئين. انتوا بقى فين الناشئين؟ بتلعبوا بستاف ملوش حل، ستاف فظيع. لكن الفرقه بتاع الزمالك تلات ارباعها من الناشئين، بس عيال بتاكل النجيله. انا اتفرجت عليه ماتش بيراميدز، مسكوا بيراميدز نفضوها، وصغيرين في السن كلهم، ما فيش الا بنتايج على مش عارف مين على مين، يعني شويه، يعني يجي 5 لعيبه ولا 4 لعيبه هم اللي في الفرقه الكبار، والباقي او ناصر ماهر اللي انت مشيته ده، شوف عمل معاكم ايه. ناصر كان بيعدي من بين 3 و4. ناصر ماهر مشيته ليه ما تعرفش؟ مشيت لعيبه حلوه، مشيت محمد عبد الله راح سيراميكا. طب انت بتمشي ده ليه؟ ده وينج يمين ملوش حل، ولسه صغنن، عيل صغنن لسه، صغير في السن وجميل ولعيب. النهارده عايزين يا جدعان رجاله في الملعب، ارجوكم، عايزين رجاله في الملعب. وهو كابتن الشناوي نزل، وعايزينك تحفز اللعيبه يا كابتن شناوي، يا كابتن شناوي عايزينك تحفز اللعيبه، انت وحسين الشحات وكام لعيب كبار كده، يزق اللعيبه شويه ويفهموهم ان ده النادي الاهلي، نادي كبير، نادي عريق عريق، احسن نادي في افريقيا، احسن نادي في افريقيا، وهو التوب بتاع افريقيا كلها. انتوا جيتوا بقى خليتوا تعادلوا مع ام بي، نتعادل مع سيراميكا، نتغلب من سيراميكا، نتعادل مع وادي دجله. ايه يا عم، هو في ايه؟ وجايبين مدرب ما يعرفش حاجه عن التدريب ولا عن الكوره. احنا عندنا عقده الخواجه. طب ما تجيب يا عم حسام البدري، راجل عنده شخصيه قويه فظيعه. ايه المشكله لما راح بيراميدز بقى مدير؟ ايه يعني؟ عادي، مفيهاش مشكله. هات عماد النحاس يا عم، هات سامي مصطفى، هات علي ماهر. طب ما الزمالك جايب القدماء بتوعه بيدربوا الفرقه، اهو الراجل بتاع الزمالك المدرب ده، اهو ده من ابن النادي، بس عامل شغل عالي. هات الناس دي يابا، مش هنقعد احنا كده عقدة الخواجة تبقى في دماغنا كده على طول.
خلاص يا جماعة، إن شاء الله النهاردة نعمل شوية شغل عاليين، ويا ريت نبقى رجالة في الملعب عشان خاطر الجمهور اللي رايح ده. يعني والله كانوا صعبانين عليا في ماتش بيراميدز، والله كان الجمهور هو اللي صعبان عليا. ده في عيال صغيرة أطفال عيطت. يا أخي بص العيال الصغيرة دي، أنا مش يا أخي خلي عندك دم وبص للطفل اللي جاي يشجعك ده، خلي عندك حمية. الله، ما تخليش الناس تتريق علينا. الناس خلتنا مضحكة بسبب اللعيبة اللي عندك دي، اللي مش قادرة تشيل رجليها، زي ما تكون حاطة متقلات في رجليها. لعيب زي ما يكون حاطط متقلات في رجليه. أول 10 دقايق حلوين وبعد كده انسى، رجليه تقيلة في الملعب. خلاص يا رجالة، النهاردة إن شاء الله عايزين نعمل مباراة كويسة تليق بعظمة النادي الأهلي وبقيمة النادي الأهلي، عشان النادي الأهلي ده حاجة كبيرة أوي عند الناس كلها، مش عند أنا بس، لا، عند الناس كلها. واخد بالك؟ عشان خاطر مثلا يطلع الأستاذ أبو معاط زكي يتكلم عليكم كلمتين حلوين، لكن ده أنت لو عملت أي حاجة النهاردة واتغلبت، إن شاء الله الأستاذ أبو معاط زكي ده هيطلعكم مسرح وأنتوا عارفينه. ماشي يا رجالة، أسيبكم في رعاية الله، وإن شاء الله نكسب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.